السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. رسميا النادي الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية. مصدر من النادي الأهلي: مارسيل كولر وراء رفض النادي الأهلي للمشاركة في البطولة العربية للأندية من أجل المحافظة على لاعبيه منعا لتلاحم المواسم والضغط على اللاعبين وبالتالي تعرضهم للإصابات. كولر أبلغ رئيس النادي بصعوبة خوض تلك البطولة لأن موعدها غير مناسب وستكون ضغط كبير على اللاعبين، وإدارة الأهلي كانت ترغب في المشاركة بسبب العوائد المالية الكبيرة من البطولة، ولكن كولر له قراره الفني بعيدا عن الجوانب المالية. وأرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد الكرة المصري أكد فيه على تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية. وجاء في الخطاب أنه بقدر رغبة النادي في تلبية الدعوة الكريمة، إلا أنه يتعذر مشاركة الأهلي في هذه البطولة وفقا للرؤية الفنية وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالية الذي ترتب عليها إصابة العديد من اللاعبين. بعد تأكيد غياب محمود كهربا وحسين الشحات ومحمود متولي عن مواجهة القطن الكاميروني، الأهلي مهدد بغياب عدد كبير من لاعبيه خلال مواجهة صن داونز بسبب الإصابات. محمود كهربا يعاني من إجهاد في العضلة الضمة، وحسين الشحات شد في السمانة، محمود متولي شد في العضلة الخلفية، أحمد عبد القادر آلام في الركبة، وعمرو السولية لازال يعاني من توابع إصابته في عضلة السمانة. الجهاز المعاون لكولر يقترح على المدير الفني الاعتماد على اللاعب رأفت خليل بديلا لعلي معلول بدل من محمد أشرف خلال الفترة القادمة. النادي الأهلي يفعل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة بعقد جديد يمتد حتى 2028. كولر يقرر الاعتماد على أحمد قندوسي أساسيا أمام القطن الكاميروني بدلا من محمد مجدي قفشة بعد تعافي اللاعب وعودته للتدريبات الجماعية. مارسيل كولر عقد جلسة خاصة مع برونو سافيو ووعده بالدفع به في المباريات القادمة، ووضع له برنامج خاص لتأهيله والوصول به إلى فورمة جيدة في أسرع وقت. نفاذ جميع تذاكر مباراة النادي الأهلي أمام القطن الكاميروني المقامة غدا الساعة 6 مساء على استاد السلام. الزمالك يواجه الترجي التونسي على ملعب استاد برج العرب 7 مارس الساعة 9 مساء. فرج عامر: لدينا بند شراء في عقد حسام حسن ونتمنى تفعيله لأنه أفضل مهاجم في مصر. رجال الطايرة بالنادي الأهلي يحصدون جائزة البطولة العربية للأندية بعد الفوز على النصر البحريني ب3 أشواط نظيفة. انتهت اخبارنا. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.